صالح بن عواد المغامسي، إمام مسجد قباء وله دروس في التفسير. هذا الرجل جاهل، لا أنصح بأخذ العلم عنه، لأنه ليس من المتخصصين في الشرع حسب ما بلغني. هذا أولا. ثانيا، الرجل داعية تصوف، ويدل لذلك قصة المقبورة، وقد رددتها في سحاب بعنوان التقريرات المسطورة. فهذه القصة من حيث الإسناد هالكة، وهو اقتبسها من أحد علماء التصوف الغلاة، وفيها نكرات، فليراجعها من شاء. وبلغني عنه أنه يقول يجوز التنازل عن ترك الشرك أو كذا، أو يجوز التنازل من أجل جمع الكلمة، يعني التنازل عن التوحيد أو تنازل عن إنكار الشرك من أجل جمع الكلمة. وهذه سبقها إليه القرضاوي، والقرضاوي إمام بعيد الغور في الضلال وليس في الهدى، وعنده كفريات، ولو قلت قول القرضاوي هذا لكفرت.